شويس. احنا كنا موجودين حوالين الكنيسه من الساعه 5. كان كنيسة حضرتك؟ العذراء وابو سيفين عزبة النخل. الساعه 5 5 ونص كده لقينا ناس بتلف حوالين الكنيسه وجايين مستهدفين الكنيسه، جايين معاهم آلي، كلهم شايلين آلي. واحنا اتصلنا بالشرطه، اتصلنا بالنجده ومحدش جه خالص، واتصلنا بيهم محدش قال لنا اي حاجه. قالوا احموا نفسكم بنفسيكم. وضربوا، اعتدوا على الناس، كسروا عربيات، حرقوا محلات، وفي الاخر ضربوا 2 فيهم، واحد مات في المستشفى والتاني في اسمه المتوفى؟ المتوفى فوزي مريد، واخوه بطرس مريد. اخوه بطرس تعبان خالص جدا وفي العنايه تقريبا في المستشفى. هم اللي كانوا جايين، احنا يعني هم ممكن يكونوا مستهدفين الكنيسه او المنطقه كلها مسيحيين، فهم جايين يعملوا اي حاجه يعني، لان المنطقه ارض الجنين هنا كلها مسيحيين وهم عارفين كده. وهم جايين من هم ولعوا في العربيات، كسروا المحلات. في محل جم كسرينه، ولعوا في عربيات، كسروا الحاره. الناس اللي يعني وهم معديين، الناس قاعدين في شغلهم في الورشه. يعني اللي ضربوه ده راجل بتاع راجل صنايعي، مش ضربوهم يا جماعه عشان خاطر في اب كان في البيت. احنا المنطقه عزبه النخل دي مناطق مختلفه. الناحيه عزبه النخل، الناحيه الثانيه القليوبيه، فهم جايين من ناحيه القليوبيه، من المنطقه اللي تابعه الخصوص، طالعه القليوبيه. منور. وهم جايين على الكنيسه، يعني هم مستهدفين المنطقه، مستهدفين الكنيسه، مستهدفين لان المنطقه كلها بنسبه اكثر من 90% هنا مسيحيين. خادم في الكنيسه، عم فوزي خادم من خدام الكنيسه، يعني مش ما هوش بلطجي، ولا ما هوش مثلا سلوكه وحش، ولا ده هو راجل وطول النهار قاعد بيطلع شغله قدام الورشه، وده راجل قاعد في الشارع ومالوش اعداء مع حد. مالوش اعداء مع حد مسلم من الناس صحابنا اللي جوه ناحيه السوق. جاني من شويه وقال لي ان في جامع اسمه جامع بيعه الرضوان، وفي 2 مساجد جنبيه كلهم تبع الاخوان بيجهزوا، وقالوا الكنيسه اللي على الرشاح ما تباتش لغايه الصبح. ده لسه ده اللي قال لي كده واحد مسلم وموجود وانا عارفه، مش عايز اقول اسمه عشان ما يبقاش في مشاكل. هو اللي جه قال لي يا ابونا احنا كلنا اخوات، واخوه تبع الجماعات الاسلاميه تبع الاخوان، وقال لي انا اخوي مش راضي على عمله، وجه قال ده لسه دلوقتي بره على طول. فاحنا مخلين دروع بشريه من الشباب حوالين الكنيسه، وهنقعد على طول كده اهو، مش هنمشي.